في الفيديو اللي فات وقفنا عند حكاية الأخوين بربروسا. اسم بدأ بتجار في البحر وانتهى بأسياد المتوسط، وبعد قرون يبقى اسم أكبر عملية غزو في تاريخ أوروبا عملية بربروسا. دخل بيها الألمان الاتحاد السوفيتي ومتخيلين إن الموضوع مسألة أسابيع، ضربة سريعة والسوفييت يركعوا. بس اللي حصل إن الغزو اتحول لحرب استنزاف، والحرب اتحولت لعقاب جماعي. واحدة من أبشع فصول الحرب دي كان حصار مدينة كاملة ماتت بالبطيء، مدينة اتحصرت من كل الجهات، اتقطع عنها الأكل والدفى وحتى الأمل. مش معركة طيارات ودبابات، لكنها معركة جوع وبرد. النهاردة هنتكلم عن واحد من أطول وأقصى الحصارات في التاريخ، حصار لينينجراد. تعال أحكي لك الحكاية من أولها. الحصار جه في وقت الحرب العالمية الثانية ضمن أحداث عملية بربروسا. العملية بربروسا بدأت في صيف سنة 1941، وكان الهدف منها إخضاع الاتحاد السوفيتي. القوات الألمانية اللي كانت متخصصة للهجوم كانت متقسمة ل3 مجموعات، كل مجموعة بتضم عدد من الجيوش وليها هدف محدد. مجموعة جيوش الشمال اللي مهمتها التوجه إلى لينينجراد والسيطرة عليها، وجيوش الوسط أقوى مجموعة فيهم وهدفها التوجه المباشر إلى العاصمة موسكو، وكانت هي العمود الفقري للهجوم الألماني. أخيراً جيوش الجنوب وهدفها السيطرة على أوكرانيا علشان الموارد المهمة اللي فيها. طيب هدف جيوش الوسط مفهوم، لأنه متوجه لقلب الاتحاد السوفيتي العاصمة موسكو، واللي لو وقعت يبقى الحرب خلصت. وجيوش الجنوب برضه هدفها مفهوم علشان موارد أوكرانيا. لكن جيوش الشمال ليه هدفها لينينجراد؟ أقول لك أنا، لينينجراد مدينة ساحلية على بحر البلطيق، فيها قاعدة كرونشتادت البحرية، المقر الرئيسي للغواصات الروسية، واللي بتهدد السفن الألمانية اللي بتنقل واردات الحديد من السويد، واللي يعتبر أهم مورد لألمانيا في الوقت ده علشان كل الصناعات الحربية معتمدة عليه. المدينة تم إنشائها في بدايات القرن ال18 في سنة 1703، وسماها قيصر روسيا على اسمه سان بطرسبرج، وكان الهدف من بنائها إن هي تبقى عاصمة حكمه بعيدة عن موسكو، وكمان تبقى أول ميناء روسية على بحر البلطيق. كمان كانت عاصمة الثورة البلشفية، وتغير اسمها إلى لينينجراد على اسم القائد الروسي لينين. بعيداً عن الخلفية التاريخية للمدينة، فكمان ليها أهمية عسكرية كبيرة، لأنها زي ما قلنا مقر أسطول البلطيق الروسي، وبتهدد السيطرة الألمانية على دول شمال أوروبا زي فنلندا والسويد. ده غير إنها كانت قاعدة الاستقبال الرئيسية للإمدادات القادمة من الحلفاء الغربيين. يعني ببساطة السيطرة على لينينجراد كان هيبقى إعلان إن المشروع السوفيتي نفسه بيتفكك. مع فجر يوم 22 يونيو سنة 1941 ألمانيا تبدأ الحرب على الاتحاد السوفيتي. مجموعة جيوش الشمال تتحرك من ألمانيا وبولندا، وقدامها هدف واحد، السيطرة على لينينجراد. قائد الهجوم كان الجنرال فيلهلم فون ليب، راجل عسكري كلاسيكي مش نبغة لكنه صبور ومش صاحب اندفاع أعمى. في الأسابيع الأولى من الهجوم السوفييت ما كانوش جاهزين، اتصالات مقطوعة وأوامر متلخبطة ووحدات بتنهار. جيش الشمال بيتقدم بسرعة وبيسيطر على لاتفيا وإستونيا، والطريق يبقى مفتوح ناحية لينينجراد. الألمان كانوا فاكرين السيناريو واحد، الاتحاد السوفيتي زي فرنسا وبولندا، لكنهم كانوا غلطانين. لازم تاخد بالك إن الأرض مش زي أرض فرنسا. الشمال السوفيتي كان مليان مستنقعات وغابات كثيفة وطرق محدودة ومقاومة محلية عنيفة، والشتاء على الأبواب. التقدم السريع بدأ يبطأ، وكل يوم تأخير السوفييت بيحصنوا لينينجراد أكتر. في يوليو 1941 السوفييت يقوموا بهجوم مضاد يعطل جيوش الشمال عند خط لوجا الدفاعي، وده خط دفاع من التحصينات بنته قوات الاحتياط وسكان لينينجراد بطول 170 كيلومتر. بعد وصول تعزيزات لجيوش الشمال يقدر الألمان خلال شهر أغسطس من اقتحام الخط والقضاء على القوات السوفيتية المدافعة عنه. وفي 30 أغسطس يقوم الألمان بقطع السكة الحديد والطريق السريع المؤدي للمدينة. وفي نفس الوقت
كانت قوات فنلندا بتتقدم من الشمال. بس هو ايه كان دور فنلندا اصلا في الحرب؟ فنلندا ما كانتش تحت احتلال المانيا ولا بتنفذ اوامر هتلر خوف منه، لكنها كانت بتحاول تسترجع ارضها. الاتحاد السوفيتي خد من فنلندا اراضي بالقوه في حرب الشتاء اللي ابتدت في سنه 1939 واستمرت 3 شهور ونص. فاول ما المانيا قررت تضرب السوفييت، فنلندا شافت فرصه ترجع اللي اتاخد، فقامت بالتنسيق مع الالمان والهجوم من الشمال. ده طبعا شتت الدفاعات السوفيتيه وقفل الجبهه الشماليه للمدينه وساعد في احكام الحصار. نرجع تاني للحصار. في 8 سبتمبر يسيطر الالمان على قلعه شليسلبرج على ساحل بحيره لادوجا، وبكده يكون تم عزل لينينجراد بالكامل عن سائر الاراضي السوفيتيه، ويبدا الحصار اللي هيستمر ل 842 يوم، وهو اطول حصار في الحربين العالميتين الاولى والثانيه. لما الالمان والقوات الفنلنديه عزلوا لينينجراد عن بقيه الاتحاد السوفيتي، ستالين رفض اجلاء المدنيين واللي كان عددهم 2.5 مليون نسمه، لانه بيعتبروا قرار انهزامي، وكمان علشان سكان المدينه يشجعوا الجنود على القتال. وده نفس الاسلوب اللي اتبعه ستالين في معركه موسكو وستالينجراد. اضيق مكان للحصار الالماني او راس الجسر زي ما بيطلق عليه كان عرضه 12 كيلو متر بس، بدايه من شليسلبرج في الشمال. ورغم المساحه المحدوده الا ان السوفييت ما قدروش يكسروا الحصار ده، لانه الالمان في المنطقه الضيقه دي عملوا 3 خطوط دفاعيه محصنه بقوه. وبرضه القوات المتاحه ساعتها كانت غير كافيه لانهاء الحصار، لان كل احتياطي القوات كانت بتتوجه للدفاع عن العاصمه موسكو. بشكل عام التاخير في فتح لينينجراد لحد شهر سبتمبر موعد غزو العاصمه موسكو كان ليه اثار سلبيه على الطرفين، لان الالمان اضطروا يسحبوا 7 فرق مدرعه من جيوش الشمال علشان يشاركوا في غزو موسكو، وفي نفس الوقت كانت كل القوات السوفيتيه بتتوجه للدفاع عن العاصمه. ده خلى الطرفين واقفين محدش فيهم عارف ياخد خطوه. يوم 15 سبتمبر القياده السوفيتيه بتعين الجنرال جيورجي جيكوف قائد لجبهه لينينجراد. جيورجي جيكوف بطل من ابطال الاتحاد السوفيتي، بل هو كمان فاتح برلين في نهايه الحرب. تعيين حد بحجم جيورجي ادى امل ودفعه معنويه كبيره ان كسر الحصار ممكن. حاول الالمان السيطره على المدينه اكتر من مره لحد نهايه سنه 1941، لكنهم فشلوا، وده بسبب اعتماد الجنرال جيكوف على سلاح قلب موازين الحرب. في ظل انشغال السوفييت بحمايه موسكو، القوات في لينينجراد كانت ضعيفه وغير كافيه للدفاع عنها. جيكوف ما كانش عنده قوات كفايه، فاستعان بالموجود، وهي مدفعيه السواحل في حصن كريزنايا جورجا، ودي مدافع ضخمه بتبدا من 300 ملم وانت طالع. كانت مصممة أصلاً لصد الأساطيل وليها تأثير تدميري غير معتاد على القوات البرية. ده إلى جانب مدافع سفن الأسطول السوفيتي في بحر البلطيق، واللي توجهت ناحية اليابسة وقصفت محاور التقدم والمدفعية الألمانية. ذكاء الخطة دي خلى الألمان ينسحبوا بعد ما فقدوا أعداد كبيرة ويكتفوا بالوقوف على حدود المدينة وقطع خطوط الإمداد. مع نهاية 1941 وبداية شتاء قاسي في يناير سنة 1942، القيادة الألمانية فهمت إن اقتحام المدينة هيكلف كتير ونجاحه مش مضمون، ففضلت الحصار والتجويع، قصف منتظم مع ضرب مخازن الأكل وتدمير محطات الكهرباء وقطع طرق الإمداد. شتاء 1942 ما كانش شتاء عادي، ده كان واحد من أبرد فصول الشتاء في القرن العشرين. درجة الحرارة وصلت لأكتر من 30 درجة تحت الصفر، ومفيش كهرباء ولا وقود كفاية ولا تدفئة كفاية. الناس كانت بتكسر الأساس وتحرق الكتب علشان يتدفوا. طبعا ده غير كارثة الأكل. العيش نفسه كان معظمه نشارة خشب وقشور وجزء صغير منه دقيق. الموت بقى حدث يومي في المدينة، الناس بتموت في الشوارع وفي طوابير الأكل. معدل الوفيات وصل ل 4000 شخص في اليوم. الجوع بقى مرعب عن صوت المدافع والطيران. ده خلانا نشوف مشاهد صعبة زي أكل القطط والكلاب أو حتى أكل لحوم البشر. في الفترة دي المدينة كانت بتموت ومفيش أي أمل، لحد ما بيكتشف السوفييت طريقة لإمداد المدينة بالأكل بترجع الحياة تاني ليها ولو مؤقتا. طبعا إمداد المدينة بري مستحيل وجوي صعب جدا، لأن المدينة بتحتاج 1000 طن من الغذاء يوميا، ده غير الوقود. فالسوفييت يفكروا في فكرة مجنونة، وهي الإمداد عن طريق بحيرة لادوجا. طبعا البحيرة كانت متجمدة بسبب درجة الحرارة، فالسوفييت فتحوا طريق فوق الجليد. الشاحنات كانت بتمشي فوق المية المتجمدة تحت القصف الألماني وفي برد قاتل، وكتير من العربيات كانت بتغرق في البحيرة لما التلج يتكسر. الطريق ده اتسمى بطريق الحياة، رغم انه ما كانش كفاية لكنه منع سقوط مدينة كاملة. نهاية شتاء 1942 كانت صدمة للألمان.
الهجوم على موسكو فشل وأسطورة الجيش اتكسرت. من اللحظة دي ألمانيا خرجت من فكرة الحرب الخاطفة وبقت محبوسة في حرب استنزاف، والأولوية بقت الصمود للحفاظ على المواقع مش التوسع. لينينجراد رغم كل ده لسه عايشة، المدينة ما وقعتش والجيش الأحمر لسه جوه وفي مصانع شغالة. وبالنسبة للسوفييت لينينجراد بقت جرح مفتوح لازم يتقفل بأي تمن. في نوفمبر 1942 يحط الجنرال جيورجي جيكوف والجنرال كليمنت فورشيلوف خطة العملية إسكرا، واللي معناها الشرارة. الهدف ما كانش تحرير المدينة ولا هزيمة ألمانيا، لكنه كان محدد وواضح: فتح ممر بري يربط لينينجراد ببقية الاتحاد السوفيتي. وفعلا في يناير 1943 تتنفذ الخطة. هجوم كماشة من جوه المدينة ومن بره من جبهة فولخوف تجاه أضيق نقطة للحصار اللي قلنا عليها. المسافة حوالي من 10 ل 12 كيلومتر، لكن الأرض محصنة ومليانة مدفعية وتضاريسها صعبة للدبابات إنها تتقدم فيها. القتال كان معتمد على المشاة بشكل كبير وخسائر ضخمة في كلا الجانبين. ورغم ضراوة الدفاع الألماني إلا إنه في 18 يناير الحصار يتفك جزئيا ولينينجراد ترجع تاني جزء من الاتحاد السوفيتي. وفي أقل من 3 أسابيع اتمدت سكة حديد والمدينة أخيرا بقى ليها منفذ بري. ومع مرور الوقت وتشتت القوات الألمانية على كذا جبهة والخسارة في معركة ستالينجراد، الجيش الأحمر بقى أقوى والصناعة السوفيتية شغالة بكامل طاقتها. السوفييت ما بقوش عايزين منفذ للمدينة، بقوا عايزين نهاية الحصار. في يوم 14 يناير 1944 يبدأ السوفييت بشن هجوم واسع من أقصى غرب لينينجراد على محورين تحت غطاء مدفعية السواحل ومدافع أسطول البلطيق. الهجوم كان قوي والقوات الألمانية مشتتة، ده خلاها تتراجع وتخسر مواقعها حبة حبة. وبعد أيام من القتال العنيف في 27 يناير سنة 1944 السوفييت يعلنوا رسميا رفع الحصار عن لينينجراد بعد 842 يوم من الجوع والبرد والموت. التقارير السوفيتية بتقول إن عدد الوفيات من سكان المدينة بيتراوح من 800,000 ل1,200,000 ماتوا أثناء الحصار، وأكثر من 90% منهم مات بسبب الجوع وقلة الأكل. لما خلصت الحرب كان عدد سكان لينينجراد خمس سكانها قبل بداية الحرب، ودي أكبر حصيلة من الخسائر البشرية لأي حصار في التاريخ كله. طبعا المشهد لحد هنا سهل يتقال عليه حكاية أشرار وضحايا، بس الحقيقة أعقد من كده. الألمان ما كانوش شياطين جايين من جهنم، والسوفييت ما كانوش ملايكة. الطرفين ارتكبوا مجازر والطرفين استخدموا المدنيين كوقود للحرب. بس الاعتراف بده ما يمسحش الحقيقة إن اللي حصل في لينينجراد كان مأساة إنسانية بحجم مدينة كاملة. تفتكر لو ما كانش الجنرال جيورجي جيكوف فكر في استخدام مدفعية السواحل وسفن أسطول البلطيق، ولو السوفييت ما كانوش فكروا في طريق الحياة، ولا الألمان كانوا قدروا يخشوا لينينجراد فعلا، كان هيبقى إيه مجرى الحرب وإيه شكل العالم دلوقتي؟ قولوا لنا رأيكم في التعليقات.